يا صباح الفل على أجمل متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل أحلى وأخف كب كيك في الدنيا ببيضة واحدة بس. هنعمل كده مع بعض 12 قطعة كده هشة وطرية زي ما انتوا شايفين كده. حاجة كده آخر طعامة وآخر حلاوة. هنعملها بقى كده لأولادنا ياخدوها في المدرسة، يفطروا بيها ممكن الصبح كوباية حليب أو كوباية شاي. يعني حاجة كده آخر طعام ومش مكلفة ببيضة واحدة بس. هنعمل كل الكمية دي. شايفين طري ازاي وجميل وهش كده من جوه. هنفتحه الوقت ونشوفه مع بعض. يا رب وصفتنا تعجبكم. يا ريت وصفتنا لو عجبتكم ما تنسوش بقى تعملوا لنا اشتراك ولايك وتشجعوني كده بكلمة حلوة قد ايه بتبسطني وبتسعدني. يا رب يديمكم في حياتي ويخليكم. يلا بقى بينا نقول بسم الله ونبدأ وصفتنا مع بعض. نفتح واحدة الأول ونشوفها مع بعض. أول حاجة جهزتها صينية الكب كيك ودهنتها مسحة بسيطة جدا من الزيت. جهزتها الأول ونركنها بقى على جنب. بعد كده أول حاجة أحطها 3/4 كوباية من السكر. يعني هي كوباية إلا ربع. أنزل كده بيضة واحدة بس. وطبعا البيضة بدرجة حرارة المطبخ يعني ما تكونش جايبينها من التلاجة. وطالما في بيض يبقى على طول ننزل بمعلقة صغيرة من الفانيليا. نضرب بقى السكر مع البيضة مع الفانيليا كويس أوي. هنا السكر اللي انا مستخدماه سكر هنا في الحقيقه مش ناعم. يعني عندك سكر ناعم استخدميه، ما عندكيش اي سكر استخدميه ينفع الوصفه. دوب كده. بعد ما ضربت السكر مع البيضه كويس قوي هنزل كده بكوبايه من الحليب. كمان عندي ربع كوبايه من الزيت. وارجع اضرب تاني. نضرب الخليط كده كويس قوي مع بعض. ممكن تستخدمي مضرب كهربائي، ممكن تستخدمي كمان الخلاط، ممكن المضرب اليدوي زي ما انا بضرب كده. اي حاجه هتنفع. عندنا بقى هنا الدقيق انا هستخدم كوبايتين بس مش هحطهم مع بعض. هنزل كده بالتدريج وانا بنزل كده يعني شويه بشويه اضرب. يعني احط شويه واضرب. ممكن كمان واحنا بنضرب كده. مشكله ان أنا مش بعرف اضرب بالشمال. نضرب كده. ننزل كمان بمعلقتين كده. ونضرب كمان. طبعا عندي هنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر. كمان عندي معلقة أو أقل من المعلقة الصغيرة ذرة ملح. وكمان هضيف معلقة كبيرة من النشا. ليه بقى معلقة النشا ده؟ يعني أقول لكم أنا معلقة النشا دي مفيدة في إيه. معلقة النشا بتخلي الكيكة كده بتساعدها على الهشاشان. مش بس البيكنج باودر لا. النشا لما بنحطه على الكيكة كده بيخليها هشة كده وجميلة وتحس ان الكيكة خفيفة كده. فحلوة قوي النشا. لو مش بتحطيه لا حطي معلقة هتديكي نتيجة حلوة. نحط كده تاني ونضرب لغاية ما نحصل على القوام اللي احنا عايزينه. طبعا كلنا عارفين قوام الكيكة ما بيبقاش لا خفيف ولا تقيل. الوقت هنشوفه مع بعض. نستمر كده في التقليب برضو. بس شايفين هوريك القوام. شايفين القوام كده شكله جميل جدا. كده حلو قوي. نشوف بقى كده عشان ممكن يكون في حاجة لازقة من تحت أو حاجة. بس كده تمام قوي. شايفين منتهى السهولة. ما خدتش مننا وقت ولا مجهود ولا أي حاجة. حتى يعني مش مكلفة بيضة واحدة. وهنعمل كده كب كيك لولادنا جميل جدا. ممكن ياخدوه المدرسة، ممكن يفطروا بيه الصبح. هنجيب بقى الصينية ونحط فيها. نبتدي بقى ناخد كده ونحط فيه الصينية الجميلة بتاعتنا. أهم حاجة ما نملاهاش للآخر. عشان احنا عارفين طبعا الكيكة لما بترفع لفوق ما تطلعش بقى بره وتدي منظر مش حلو. يا دوبك نخليها ايه مش مليانة زي ما هنشوف برضو مع بعض. ما تتمليش يعني ايه كده. كده حلوة أوي. نعمل حساب اللي لما بتترفع لفوق ما تطلعش لبره. جميل أوي كده.
بس حلو قوي كده. كده حبايبي خلاص الكيكة جاهزة عندنا. نشغلنا الفرن على درجة حرارة 180. مشغلاه بقالي تقريبا 10 دقايق. شايفين الشكل الجميل، شكلها بجد تحفة. هندخلها بقى الفرن، وبعد ما تطلع نشوف شكلها النهائي مع بعض. يا حبايبي صينية الكب كيك الجميلة طلعت من الفرن بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. تسويتها حلوة قوي. الوقت هنشوفها مع بعض. أتمنى كده وصفتنا تعجبكم، وأتمنى إن انتوا تجربوها. وصفة سهلة جدا وبسيطة، حلوة قوي. شايفين الشكل الجميل. أتمنى إن انتوا تجربوها. شايفين التسوية بتاعتها تحفة. أشوفكم بخير في وصفة جديدة. إلى اللقاء. باي باي.